بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. في يوم من أيام الله بتقف القلوب قبل الأجساد، وبترتفع الأكف قبل الأصوات. يوم بتتنزل فيه الرحمة، وتغفر فيه الذنوب، وتعتق فيه الرقاب. هو يوم عرفة، ويوم يباهي به الله سبحانه وتعالى فيه الملائكة بأهل الأرض، ويوم تفتح فيه أبواب السماء، وتفرش فيه أرض العفو، وينادى فيه: أين المستغفرون؟ أين التائبون؟ أين المشتاقون إلى الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، يوم يغفر فيه ما مضى، ويفتح فيه للعبد باب جديد. يوم بيقف فيه الحجاج على صعيد واحد، بلباس واحد وقلوب واحدة. لكن الفرصة ليست للحجاج فقط، الفرصة لنا بإذن الله ولكم بإذن الله تعالى، ولكل من اشتاقت روحه لعفو الله سبحانه وتعالى وللعتق من النيران. يوم عرفة ما بين دعاء وتضرع ودموع وذكر واستغفار. تكتب بدايات وتمحى أوزار، وترفع بإذن الله تعالى مقامات، فلا تضيع اليوم. أما عن صيام يوم عرفة، مش فقط هو عبادة، ده فرصة إنك تبدأ من جديد، تبدأ حياتك من جديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. بإذن الله تعالى في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن يوم عرفة وسر الدعاء في هذا اليوم العظيم، وهنتكلم عن مشاعر كتير، بالأخص مشاعر بعض النساء وبعض البنات اللي منعهم العذر الشرعي من صيام هذا اليوم، ودائما ما يقولوا إن احنا حرمنا هذا اليوم. هل هو غضب من الله سبحانه وتعالى؟ هل هنحصل على الأجر ولا لا؟ كثير من التفاصيل بإذن الله تعالى هنناقشها مع ضيفتنا الفاضلة الأستاذة عبيدة المؤيد العظمى، الكاتبة وأستاذة في قسم الشريعة والتربية الإسلامية والفقه في معاهد جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أستاذة عبيدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام وأنتم بخير. يوم عرفة يوم المغفرة ويوم العتق من النيران. بداية عايزين تعريف مبسط من حضرتك ليوم عرفة وموقعه ضمن شعائر الحج. هلأ هو أكيد كل مسلم بيعرف أنه يوم 9 الحجة، ويوم من الأشهر الحرم العظيمة جدا، وفيه يقف الحجاج على جبل عرفة. والحج عرفة يعني هو من أهم أركان الحج، فإذا لم يقم به الحاج طبعا سقط حجه. أنا طبعا حجيت عدة ما مرات شاء لأني الله كنت ما شاء أقيم الله. في المملكة. فالحقيقة يوم رائع جدا. المشاعر التي تكون هناك لا تكون في أي مكان إلا في الحرم. في ما الحرم. شاء الله. يقولون أنه سمي الجبل جبل عرفة لأنه آدم وحواء التقوا عليه، ويقال لتعارف الناس فيه. يعني هو له أفضال أخرى غير أنه يوم عبادة. ويقال أيضا أنه سمي بهذا الاسم لأنه هناك الإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى فتذهب ذنوبه، يعني يلتقي هو وذنوبه فتذهب ذنوبه. ف يعني المهم أنه الحج عرفة وهو أعظم يوم من أيام العام. نعم. تمام. طيب احنا اعتقد لو قعدنا حلقات وحلقات نتكلم عن فضل هذا اليوم مش هيكفينا، ولكن خلينا نتكلم نعم. يعني في نقاط رئيسية عن فضل هذا اليوم العظيم والأدلة الشرعية عن فضل يوم عرفة. نعم، أول دليل هو الحج عرفة. هذا دليل. وأنه بالقرآن الكريم أقسم الله سبحانه وتعالى قال: والشفع والوتر.
فقيل أنه الشفع هو الأضحى. نعم. مم. والوتر هو يوم عرفات لأنه يكون يوم التاسع، أنه هو يوم وتر. وفيه الله سبحانه وتعالى يعتق من النار، وما أعظم من ذلك. ماذا يريد الإنسان المسلم أكثر من أن يضمن مم. أنه قد نجا من النار، وأنه إن شاء الله يعني على المحجة البيضاء. فهذا هو فضله. وفي القرآن ذكر الحج بتفاصيله. الصلاة جاءت بالأحاديث الشريفة تفاصيلها، ولكن الحج كان كله في القرآن، مما يدل على فضله وعلى عظمة هذا اليوم، وكيف ينبغي على كل مسلم أن يستغفر فيه وأن يصوم وأن بالنسبة للحاج يتفرغ للعبادة، بالنسبة لغير الحاج أيضا يتفرغ للعبادة. لا بأس أن يفرغ يوما من العام مم. ويكون فيه ذاكرا لله، ويكثر من الصيام ويكثر من قراءة القرآن. ف مم. يعني هذا يوم فعلا يعني أنا أرى أنه يكفي الحج عرفة، يكفي أنه هذا أفضل يوم طلعت عليه الشمس لكي نعلم ما هو هذا اليوم. تمام. فكثرة الكلام تذهب بعضه بعضا، مم. وأما لو قلناها باختصار فسوف يدركها كل مسلم ويعلم مم. قيمة هذا اليوم. تمام جدا. طيب نتكلم عن الأعمال المستحبة في يوم عرفة لغير الحاج. احنا طبعا هو يوم عظيم، وتكلمنا مع حضرتك عن فضله وفضل الدعاء فيه، وقد ايه الله سبحانه وتعالى بيعطينا يعني لو هنوصفها فرصة ذهبية لكل المسلمين غير الحجاج، ان هم فعلا الله سبحانه وتعالى يغفر ليهم ويتقبلهم ويعتق رقابهم من النار. طيب ايه الأعمال المستحبة اللي حضرتك تنصحينا بيها ان احنا نقوم بيها في هذا اليوم، من بداية اليوم من قبل الفجر لحد غروب الشمس؟ هلأ هي أكيد الأعمال الصالحة واحدة، لكن أهم شيء الخشوع فيها. يعني مم. أنا أكثر شيء بنصح فيه حضور القلب. يا الله، ما في أعظم من حضور القلب. هو حضور القلب الذي يجعل للأعمال الصالحة قيمتها. وإلا نحن ماذا سنقول عن الأعمال الصالحة؟ هي الصيام، هي الدعاء، هي الذكر، هي التهليل، هي التحميد، هي التكبير، هي الاستغفار، لكن بالآخر حضور القلب. وأكيد في أدعية مأسورة ربما تكون هي الأفضل في هذا اليوم، مثلا يقولون أنه أعظم دعاء هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا يمكن أكثر دعاء مأسور جاء بالصحيح، وعلى كل مسلم ومسلمة تكريره في هذا اليوم. أما ما عدا ذلك هو حضور القلب. فأنا هون أنصح أن نكون مع الحجاج على عرفة، يعني عن طريق الراديو أو عن طريق التلفزيون أو عن اه. طريق الموبايل الصغير، أن اه. نكون معهم طول النهار. أنا أرى ايوه. أنه هذا أعظم عمل. مم. فلما نشوف كيف واقفين، الملابس اللي لابسينها، اه. الأدعية اللي اه. يعني هيك كيف يرفعون أيديهم إلى السماء. مم. أحيانا تتنقل الكاميرا بين الكعبة وأيضا بين عرفة وبين جبل ايوه. عرفة. فكل ايوه. هذا أنا برأيي يعطي الإنسان المسلم المشاعر الرائعة، ونحن بحاجة طبعا. لهذه طبعا. المشاعر. يعني أنا بعد هذا اليوم أشعر بزاد روحي هائل جدا جدا مم. موجود بالتأكيد. عندي. فأنا بنصح أنه طول الوقت نكون معهم، ما نترك إلا لحتى نقرأ القرآن ونصلي فرضنا، وما عدا ذلك طول الوقت نكون معهم مم. حتى بالتأكيد. أثناء الإفطار، مع أنه بيكون انتهى يوم عرفة، مم. بس أحيانا فرق التوقيت يتيح لنا أن نبقى معهم أكثر اه. على جبل عرفة. نعم. ممتاز ممتاز. طيب أستاذة عبيدة، فضل الدعاء يوم عرفة، خير الدعاء في يوم عرفة، ليه يعتبر من أعظم مواطن الاستجابة؟ أنه هناك يكون الناس على جبل عرفة شعثا غبرا، فبيكون الإنسان ليس له أي شيء غير القرب من الله سبحانه وتعالى. هذا للحاج، لكن نحن أيضا الذين لم يكتب الله لنا الحج تهفو قلوبنا إلى هذا المكان وإلى هذا الزمان، وإلى أن نكون معهم
يعني شو جاء بالحديث أنه هناك رجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم ولكن حبسهم العذر. فنحن هنا مثلهم تماما، نحن مم. نشعر أنه حبسنا العذر وإلا نتمنى أن نكون معهم، فإن شاء الله معناته الدعاء مستجاب. وعلى فكرة هون صار في خلاف بين الفقهاء أنه يا ترى غير الحاج هل يستجاب دعاءه كما الحاج؟ لا، أكيد يستجاب دعاءه، لأن الله سبحانه وتعالى مم. يكون معنا في أي مكان وحيثما كنا، والله سبحانه وتعالى بشكل أساسي يستجيب الدعاء الصادق الذي يخرج من القلب، دعاء الإنسان الذي يعلم أنه ليس له إلا الله سبحانه وتعالى ولا ملجأ له إلا هو، وأنه هو مم. الذي يستطيع أن يقضي حاجاته وأن يتفهم مشكلاته ويعرف سؤله وحاله. فهذا هو القضية. فالدعاء إذا استطعنا أن ندعو بالمأسور ندعو بالمأسور مم. ونتيقن من الإجابة. إذا لم نستطع أي دعاء مم. يخرج من القلب فإنه إن شاء الله يكون مكان إجابة. فأنا هون أنصح كل إنسان مسلم، كل إنسانة مسلمة أنه مم. تدعو ما مم. أي شيء تشعر أنه الله مم. سبحانه يعني أنه هي بحاجة له، تدعو الله سبحانه وتعالى وما تيأس أبدا من الإجابة. تمام. فهو مم. يعني عن جد يوم عظيم. أصلا نحن نشعر من دون ما نقول ولا نخبر الناس. أنا بنلاقي بشعر يومها فعلا أنه احنا هو مشاعرنا يوم بتبقى مميز لكل يعني إنسان مسلم. حاضرة لوحدها، وبنفضل ندعي ونبكي. فأعتقد إن اليوم ده كفيل لوحده إنه يطلع كل اللي في قلوبنا، ونكون فعلا قلوبنا حاضرة لرب العالمين وبندعو بصدق ويقين. في نقطة مهمة جدا عايزة أناقشها مع حضرتك يا أستاذة عبيدة، وهي النساء والفتيات الحائض والنفساء اللي بيمنعهم العذر الشرعي من الصيام في هذا اليوم. وحضرتك عارفة إن هذا اليوم بيكفر سنة سابقة مضت وسنة قادمة بإذن الله تعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى في حزن شديد عندهم إن هم حرموا من الأجر وحرموا من هذا اليوم. وفي منهم بيفضل يبكي يبكي، إن حتى بعض البنات بتقول أنا يعني ربنا غضبان عليا إنه مش عايزني آخد الأجر العظيم وتعتق رقبتي من النار في هذا اليوم. عايزين حضرتك تقولي لهم كلمة. لا والله بدي أقول لهم إنه هاي السيدة عائشة ألم يحبسها العذر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم طمأنها وقال لها افعلي كل شيء إلا الطواف. فهي الحائض هم. تستطيع أن تفعل كل شيء إلا الصيام. طب يا هم. ترى ألم يكتب لها الله سبحانه وتعالى أجر الصيام؟ كتبه لها لأنها كانت تتمناه صادقة ومن قلبها، وبالعكس هي لم تصم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. هم. فإذا هي لها أجر الامتثال ولها أجر الصيام لأنها تمنته صادقة. هلأ في هم. أحاديث يعني تقول أنه الإنسان المريض أنه الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر كاملا لأنه هم. حبسه المرض. اه. فنفس الشيء هذه الإنسان المسلمة، بل حتى في أقوال تقول، على فكرة خلينا نقول صحيح المستحب الصيام بهذا اليوم، لكن لو هم. كان الصيام يمنع الإنسان المسلم الرجل مثلا عن أداء عمله، لنفرض هم. كان قاضي والصيام بالنسبة له مثلا يسبب له الصداع، يسبب له جوع شديد، سوفان، يؤدي أنه ما يستطيع أن يحكم بين الناس، يا ترى هل اه. يستحب له الصيام مثل هذا؟ هم. هم. يفطر وله الأجر. حتى مو إجا مرة بإحدى الغزوات لما كان من المسلمين الصائم وكان منهم المفطر، فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عليه قال السلام. ذهب المفطرون بالأجر. هم. أفطروا وذهبوا بالأجر. لماذا؟ هم. لأنهم قاموا على خدمة الصائمين. فأنا أولا أريد أن أقول لها من قال لك أنك محرومة؟ أنت هم. لم تحرمي، الله سبحانه وتعالى يعني كتب لك الفطر، وبإذن الله تعالى قد كتب لك الأجر. ايوه. هذا من جهة. هم. نعم، من جهة ثانية لا، ليس عقابا من الله سبحانه وتعالى، لأنه نحن ما نعلم ما هو يعني الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار بلاء، ما هم. نعلم متى هي رفع درجات ولا نعلم متى هي عقاب. لماذا هم. يذهب عقلنا دائما إلى العقاب؟ الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه. لماذا هم. يكون عقاب؟ إذا كانت إنسانة مسلمة حريصة على دينها تقية وتريد بالظبط. أن تصوم، فهل بالتأكيد. يعاقبها الله سبحانه وتعالى؟ بل هم. بالعكس، ربما أراد الله بها خيرا، قال هم. لها أنا أريدك أن تفطري وبإذن الله تعالى سوف أكتب لك الأجر. فما اه. دائما يروح عقلنا إلى السلبيات، بالعكس يروح إلى بالتأكيد. الإيجابيات، هم. ونقوم ببقية الأمور. هي تستطيع أن تذكر الله، وتستطيع أن تتصدق، تدعي وتستطيع دعاء. أن تكون في حاجة الملهوف، هم. وتستطيع أن تغيث الإنسان المحتاج إلى إغاثة، هم. وتستطيع أن تقوم بشؤون أسرتها وتنوي الأجر. بل حتى يعني أنا مو عشت بالسعودية
40 سنة هناك يفتون ما شاء أنه الله. يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، إمم. وبالتالي تستطيع أيضا أن تقوم بختمتها، فتقوم بالضبط. بختمتها وترجو الأجر من الله. وأبواب الأجر متعددة ليست فقط إمم. من الصيام. من قال فقط أنه الصيام، ومن قال إمم. أصلا أنه كل مسلم يستطيع في يوم عرفة أن يقوم بكل الأعمال الصالحة. يمكن إمم. إنسان يصوم ولا يجد وقتا يقرأ القرآن، إمم. إنسان يستطيع أن يصوم وأن يقرأ القرآن لكن لا يجد وقتا للذكر. بالتأكيد. فالأعمال متنوعة، إمم. ونهار عرفة قصير قصير جدا، يعني هو كله بالآخر قديش؟ من طلوع الفجر إلى غياب الشمس 14 ساعة، 17 ساعة، إمم. 20 ساعة، بالآخر ينتهي. فما نستطيع أن نقوم بكل الأعمال، فكل إنسان يرضى بنصيبه. أنا بالضبط. نصيبي ما أصوم، إمم. لكن لدي أعمال لكن أخرى أنا كثيرة أقدر أعمل أستطيع في أن أقوم أعمال بها. أخرى أقدر أعملها نعم. في زي ما حضرتِك قُلتِ، نعم. جبر الخواطر دي عبادة، الصدقة، الدعاء، نعم. الذكر، أمور كتير أقدر أقوم بيها وتعوّضني في هذا اليوم. طيب أخيرًا نعم. قبل الختام، إزاي نستثمر ساعات يوم عرفة عمليًا؟ كل دقيقة في هذا اليوم مهمة جدًا، 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 إزاي نستثمرهم عمليًا بجدول سريع؟ نعم، جدول سريع أنه نجعله يوم استراحة قدر إمم. الإمكان، يوم استراحة، يعني أقلل من كل واجباتي اليومية، من كل واجباتي الأسرية، وأتفرغ قدر الإمكان لعبادة الله سبحانه وتعالى. فأجعل المصحف صديقي، والذكر لساني يلهج به طول النهار. أحاول أن أصلي قدر النوافل، وأكيد طبعا الفروض على وقتها. يعني بهذا اليوم بالذات أحرص أن يكون كل شيء كاملا، لأنه إمم. إذا بدي أقول والله هذا منهج طول العام صعب، إمم. لكن يوم واحد ممكن. أحرص جدا على جميع السنن، و... ويعني هذا أكثر شيء ممكن أنه يعمله الإنسان المسلم. تمام نعم، جدًا، أشكرِك في التفرغ النهاية. لله سبحانه وتعالى في إمم. هذا اليوم، والتخفيف من كافة الأعباء. طبعًا بالذات إلا إذا المطبخ، كانت إن صلة رحم. النساء بيقفوا في صلة المطبخ رحم إن شاء كتير الله بقى يعني الأجرها والعزائم عظيم. والأمور دي كلّها، فنخفف من المطبخ والعزايم شوية. أكيد هو المطبخ أكتر شيء أصلا يأخذ وقتا. إمم. وهذا اليوم على فكرة لازم نتذكر الزهد يعني من ضمن الأمور الجميلة إنه ما يكون نحن دائما نهتم بالطعام. صحيح نكون صائمين، بالتأكيد. بس معلش يعني يومتها المهم نفطر على طعام يكفي. إمم. هذا مو ضروري أفخر الطعام، مو ضروري هي الطقوس تبعنا إنه بالتأكيد. ضروري شوربة وسلطة، وهي إمم. الأمور اللي كل بلد في إلها أطباق معينة المفروض أن أيوه. تكون على الفطور. لا، في هذا إمم. اليوم من العام خليه معلش يوم مميز نفطر به كما يفطر الفقير، كما يفطر إمم. الإنسان العادي، كما يفطر بالضبط. الشخص المستعجل اللي ما عنده وقت، اللي يعيش إمم. بالبلاد الغربية. أصلا بيكون يعني على رأس عمله مو كل الناس صائمون مثل نحن الذين نعيش في بلاد مسلمة. إمم. فخلص بالتأكيد. يكفي فطور عادي، إمم. ونحمد الله سبحانه وتعالى، ونعيش مشاعر الناس اللي عايشين في قلة. نعم، تمام، أشكرِك في النهاية لأنه اليوم أكثر الأستاذة ما يحتاجه العالم عابدة الإسلامي المؤيد هو العظم، الصدقة. الكاتبة والأستاذة في قسم الشريعة والتربية الإسلامية والفقه في معاهد جدة، على وجودِك معانا وعلى هذا الطرح المميز. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ويبقى يوم عرفة هو مشهد من رحمة ربنا، يوم مكتوب عليه بأحرف من نور باب التوبة مفتوح، والفرصة ما زالت موجودة. مفيش يوم في السنة كلها زي يوم عرفة، لابد ان احنا نجتهد ان احنا نستثمر كل دقيقة فيه، نقدر نبدأ فيه بداية جديدة ونغسل قلوبنا ونغسل عقولنا. نقدر بإذن الله تعالى نكون من المعتوقين من النار بالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. أذكر نفسي وإياكم إن إحنا أبدا أبدا ما نسيب أي يوم أو أي دقيقة تعدي مننا في هذا اليوم الطيب المبارك. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا ولكل من يشاهدنا من خلال هذا البرنامج، لمن لم يقف على عرفات يكون على عرفة العام القادم، وأنا أكون معاكم بإذن الله تعالى. اللهم اكتب لنا الحج العام القادم، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وبإذن الله عيد أضحى مبارك علينا وعليكم جميعا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.